صباح الخير، يا صباح العسل، يا صباح المانجا، يا صباح التفاح والبلد المرتاح. احلى صباح على عيون المشاهدين بتوعي، ومتمسة عليهم، متمسة عليهم وعلى المشاهدين بتوع العسل دول. ربنا يصلح حالهم. النهارده بقى جاي لكم في فيديو جديد، عندي عزومة بقى تضرب نار، تضرب نار كده. انا كنت حشيت ليلة امبارح، حشيت بالليل، وسماح كان وام مالك كانت عندي بالليل. قامت جايه مساعداني، ساعدتني إيه، ما فضلش الا معايا الا سطرين كده، وقلت لها امي كانت امك كانت الساعه بقت 11 ونص. قلت لها امي بقى عشان تروحي يا سماح مع جوزك واولادك، الله يصلح حالها وخليهم لي. جبت الكرنب بقى، كنت مخزناه في الفريزر. طلعت 4 اكياس، عملت حلة محشي جميلة كده. بحط لايكات كتير كتير قد الدنيا بحالها لماما سحورة، واشتركوا معاه في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ماما سحورة. وملناش بركة الا انت. بحشي، هحشي بقى الحلة دي، وانا حاشي حلة صغيرة كده، كان فات شوية ورق قمت حاشي حلة صغيرة كده. والله ما حدش بياكل. العزومة بتاعتنا دي كانت ايه على قدنا كده، كانت عسل. كنت عازمة حبايب. وخلصت بقى، انا هخلص الحشي اهو بقى، ايه هخلص الحشي. وبكره بقول ان شاء الله أنا على النهارده كده اقوم ايه، اقوم طبخه بقى النهارده. طبخت بقى شويه طبخ عسل، طبخه مكرونه بالبشاميل، وطبخه كفته بتقليه بدمعه وبصلصه، والمحشي ولحمي وفراخ، وبتاع اسمه ايه جلاش. كل حاجه موجود، خير ربنا موجود. اللي ما تحرم من ولادي، جايبين لي كل حاجه، ربنا يصلح حالي يا رب بحقيقة جاي النبي. وقولوا في الكومنتات بقى، العبايه بتاعتي حلوه ولا وحشه ولا غيرها تاني. هني يوم العزومه الصبح جبت الفراخ وراح اتبلها ايه بالتتبيله الجميله دي. بعد ما اتبلها اقوم ولا على اللحم. بتبلها بقى عشان تاخد ايه تاخد التتبيله بتاعتها بقى، وايه واقوم حاطها ايه في الفور، اولع على الفرن واسيب تستوي بقى براحتها. بتبلها بقى على طول، اخلي العظم بتاعها ايه يشرب من التتبيله الجميله دي. طب دبلتها كلها يوم، وعشرة على عشر، واحدة واحدة مسكت اللي وراك لوحدي واللي الزور لوحدي. بتبلهم برضك ايه مع بعضهم كده. وبعد ما اعملهم في صينية، احط اللي وراك في جنب والصدور في جنب، عشان يبقوا ايه يبقوا زي بعضهم كده، اللي ياخد من ده ياخد واللي ياخد من ده ياخد بالترتيب. اه. هنا بقى شوف انا عملت ايه، اعمل ايه بقى، ايه جبت هنا ايه دي انت البتاع بتاع الفراخ، التتبيله بتاع البتاع بتاع الفراخ اللي هي التوابل بتاعتي، بطاطس وبصل وفلفل اخضر. حطهم طرنشات كده، مقطعهم طرنشات، والبطاطس حلقات حلقات، والبتاع الفلفل الاخضر حلقات برضك بس صغيره، عشان ايه تاخد من بعضها. حطيت بعملهم بقى كلهم ايه، رصه كده، رصه حلوه كده. حطيت بقى شوف بحط الصدور لوحدها في جنب، دي نص الصدور الاولانيه دي، واحط اللي وراك في جنب، عشان تبقى شكلها جميل كده في الصينيه. اه. يا حلاوه ايدك يا ماما سحور، صلوا على النبي كده. اه. وبحط كده وكده، هنا وهنا. والبطاطس تحت، البطاطس دي انت تاكليها احسن من الفراخ اللي تاكل اللي تحتها احسن من اللي فوق مني. جميل، انا اكلت البطاطس والله ما عادش جالي نفسي بقى. كانت جميله جميله بصراحه. اه. 10 على 10. وبقى أنا ايه احط دي انا وراه، برصها بردك ايه، احطها بردك في جنب، بس ايه تخلي الورك ايه لازق في بعض شويه، عشان بحيث اما بيستوي بقوم جاي اعمل لك رجله كده. اهو، دي اللي وراه. وكده خلصنا بقى ايه، وخلصنا وقعدنا 5 دقايق، بس انا كنت 5 دقايق، ده انا قعدت يوم طول النهار لما تهديت.
كده بقى خلصت البتاعة، واحط نقطة زيت عليه، شوية زيت بساط كده، بس ايه، بساطين كده، عشان تحمر البتاع، الفراخ تحمر. ونحط التتبيلة بردك عليه اللي هي طلعت مني، واروح بقى ندخلها الفرن اهو، 10 على 10. هنا بقى ايه، بدأت ماما سحورة تعمل الكفتة اللي هي ايه بدمع. كانت عندي كفتة في التلاجة، انا ببقى ايه قبل رمضان يجيب اسبوعين 3 كده، بقوم عامله ايه حته كفته، واقوم حاطاها في التلاجة. بروز دي بتاعها بروز، تقليه بتاع كفته بروز، ببقى اعملها، احنا الصبيان بيحبها واحنا بنحبها. بحطها ايه، بعملها صوابع صوابع صغيره كده، على قد ايه، على قد البق كده، العسل دي، 10 على 10. بصبح حتت صغيرة، ما بحب فيها ناس بتعملها كبيرة وفيها ناس بتعملها صغيرة، أنا بعملها حتت صغيرة كده، وبعملها بزيت. أنا بدهن إيدي زيت عشان إيدي الكفتة ما تلزقش في إيدي، في كفة في إيدي، بقوم حاطة إيه صابع كراون، وأقوم دهنة بإيدي عشان الكفتة إيه تبقى حلو. وعاملاها زي العسل. قال يعني يا ماما سحور. وكانت ام مالك بقى، قلت لها ما تجيش الا ساعه الفطار، قالت لي طيب يا ماما، ما جاتليش الا ساعه الفطار. فطرت وهتقعد معايا برضك لما ايه، لما ساعه السحور ايه، تتسحر معانا. قلت لها عود يا كبدوم. قالت لي طيب يا ماما. انا ملاش، ده حته بنت واحده، ده حته عسليه واحده، ربنا يصلح حالها وخلي لها اولادها يا رب بحاجه جاي النب. هنا بقى جبت ايه، اعمل ايه، بلح باللبن، واحط السكر، بس ما احط السكر كتير. باللبن ايه، كان الصبيان كنت جايبه لبن ايه، كنت جايبه 5 6 كيلو لبن. كانت ايديا حكت حكت خشت في عين. اللبن بعمله باللبن، بيبقى جميل باللبن. اه، بملى البتاع اللي الشفشة عشان عندنا عزوم. والله وما حدش شرب مني، اصلك منه اللي كمان احنا في صيام، وما حدش بيشرب مني، ما بشربش قد كده، بيبقى ايه تقيل، اللبن بيبقى تقيل شويه في الصيام. ما حدش شرب منه خالص الا بعد نفر كده. مليته بحوش القشطه، بعمل القشطه اللي عليه عشان ما تبقاش سمينه علينا واحنا قاعدين بنشرب يعني. اهو. واللبن اللي هيفيض هنعمل بايه، مكرونه بالبشاميل. مكرونه بردك ايه، صينيه مكرونه بردك بالبشاميل وجلاش معانا برد. وانا بقعد اقلب ايه في السكر على ما يبوش في اللبن، كل حاجه ايه على طول على طول كده واحنا قاعدين، وفي 5 دقايق كنا مخلصين واحد. اهو. اللبن ده بيبقى تقيل قوي في الصيام. هنا بقى جبت الشفشة وراح احطه ايه في التلاجة يبرد. هنا بقى راح ايه اعمل اللحم، اولع على اللحم، احط احط البهارات بتاع اللحم. حطيت حتة سمنة صغيرة، سنة سمنة صغيرة خالص، وحطيت فلفل، وفلفل مسحون، وفلفل خشن، وبتاع ورق لورو، ورورو ده ولا هو اسمه من الورق دي، واستملقيت وايه كمان، ومستكة وحبهان، ونقلبهم مع بعض. لما يصفروا خالص اقوم حاطه اللحم، واقوم جايب 3 طماطميات كبار، واقوم حطهم لما اللحمه ايه راح الوح اللحم. والشغل ما بنموتش. 10 على 10 اهو، كنا خلصنا في 5 دقايق، بس احنا برضه كان يومنا طويل برضه النهار. اهو، واسيبها لما تستوي، واقوم عقده مورده الشوربه، عقده بها ايه للمحشي. هنا بقى جبت 3 حبايات طماطم كبار، وبصلي، وايه وديا ايه 7 بهارات، بس ما كتروش من ال7 بهارات دولا، لان لو كترت منهم بيسودوا الشوربه بتاعتي. انا جربت ديا ودي،
انا حطيت بس ايه نطره بسيطه كده، عملتها كم مره ولقاها والمغزى اللي بتاع الشوربه بتاعتها سود، قلت لها لا ما عدتش مكتر. وكده بقى سيبها لما ايه، لما تنشف خالص تتلوح خالص، وحط لك كتر اللي ما مسحوه. هنا بقى ايه بحمر في الكفته، ولعت على اللحمه وبحمر في الكفته، الكفته اللي هي بتقلي. اهو بملى اللحوق خالص عشان ايه ياخد كتير. كده خلصنا بقى ايه، هنخلص بقى ونقوم قاعدين على ما نخلص طبيخ. واسيبها لما ايه، لما تحمر، بس ما تحمرهاش قوي، لان هي دي معموله بزيت، معموله بزيت، بتدين ايديك بالزيت بتحمر، وتحطها في الزيت تاني بتقوم محمريه ايه بسيط، بتحمر برضك ايه على طول. اهو خلصنا بقى كده، بننشل بقى ايه اللي حمرت معانا، نقوم حايشينها برضك اللي حمرت معانا بننشيل، بنشتغلها كلها بقى انا هي بالمقصوص، وتصفي الزيت منها خالص، عشان ايه ما يبقاش ايه وانت بتصفي الزيت ما يبقاش في الكفته من تحت، تصفها خالص. اهو بصفها برضه الكفته عسل. هنا بقى خلصت الكفته، اولع على المحشي، نشوف اللحمه الاول، نشوف عملت ولا ايه، عملت ولا ايه. كده بقى نشفت معاني، احط ايه ازودها مي، ولما الميه تسأل ما ام اقلبها تاني. هنا راح اعمل الكفت، حطيت الكفتة في اللي هما كانوا بتطبخوا الكفتة دي، ما تحطهاش في الصلصة وتسيبها تغلي كتير لحسن بتقوم فش، الكفتة المتقلية دي بتقوم فش. انا بقوم حتى مزودها شوية مية واسيبها لما تغلي، بقوم راح مطفية عليها وسايبها وخلاص. بس انا كنت مكترة بقى كفت اهي، ما حطيتهمش كلهم، عملت شوية كده بقى ليه نبقى نفطر، نبقى ايه بعد الفطار كل واحد ياخد سبعان وخلاص. حوشتهم، وعندي في التلاجة برضه طري. ولعت عليها هنا بقى ايه بهارات الكفتة دي، بهارات الكفتة بتخلي الكفتة جميل، تخليها ماسكة وحلو. هنا بقى جبت الصاج وراح البتاع واعمل ايه البتاع بتاع اللحم، اللحمة بتاع اللحمة المفرومة لل المكرونة البشاميل، وللبتاع الجلاش. اه بحطهم دي كيلو لحم كله على بعض، وقمت حطهم بقى أنا كده ايه، وبرضك ايه لا احط الوحهم برضك زي ما يكون بتلوحي اللحمه التانية على طول، شغاله على طول. البوتاجاز بتاعنا ده كتر خير. هنا بقى اجيب ايه السبع بهارات برضه، وما تكتريش بهارات برضك من دي عشان ما تسويتش الاكل. وتحط ايه شويه فلفل اسود، وشويه بتاع بهارات لحمه برضك انا حاطه برضك من، وشويه شط، بتحط الشطه ايه عشان خلي لها طعم. وتحط ايه الفلفل الاخضر تعملها مكعبات صغيره، وتحط ايه الطماطم تعملها ايه تبشرة حبايه طماطم عشان، وتحط بصل برضك مكعبات صغيره. اهو وتقلبي، تقعدي تقلبي برضه، تقعدي تقلبي، هو الطبخ ما بياخدش حاجه، كنا مخلصين. وتقعدي تقلبي برضك شويه كتار، لما ايه لما هي تاخد من بعضها البتاع بتاعتها دي تاخد من بعضها. اهو حتت حتت صغيره وتعمليه. هنا بقى اللحمه كانت والكفته كانت استوت، الكفته شوف عملت ازاي نشف. هنا بقى راح اعمل ايه بقى يا ماما سحوره، راح اعيد للمحشي بشوربه من بتاعتنا الجميله دي، وباخد السمنه مني. اللحمه كانت عسل. جبت البتاع بقى وبايه، وبحط ايه للشوربه بحط الشوربه للمحشي، بدل ما احط مي انا عندي الشرب، بقوم راح عامله ايه، بقوم مزوده الشوربه للمحشي. أو عسل 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 عسل. ايه وتعملها تهز الحله كانت سخنه، عرفتش امسكها بايدي. اهو
وتسيبيه بقى على البوتاجاز لما ينشف براحته. واول ما المحشي ينشف توطي عليه عشان ما يتحرقش. هنا بقى راح اعمل خلطة البشاميل. الخلطة البشاميل هي وتقعدي تقلبي فيها بالبتاع المضرب، تقعدي تقلبي فيها لما يعمل خالص يربط. خلطة البشاميل دي تقعدي تعملي فيها لما تربط خالص. حتى 2، حطيت كيسين، وتقعدي تقلبي برضه، تقعدي تقلبي عشان بحيث ما يربط. كل ما تقلبي بيربط لوحده. لما حبه بحبه كده تقعدي تقلبي بحبه بحبه صغيرين. اهو ربط خالص اهو. شوف الكونات بتاعته بقى 10/10 اهو. ربط كده معانا. هنا بقى راح اسلق المكرونه بتاع البشاميل. ما تحطلهاش زيت. لو تحط لها زيت مش هتلزق في الصينيه اللي انت بتحط فيه. تسيبها لما تستوي خالص وتقوم حطها اهو. وبشوفها كل دقيقه كده بشوفها استوت ولا لسه. كانت هي استوت وحطت لها الملح. شفتها استوت اهيا وقمت راح مصفياها. تعالى بقى على العسل بقى اللي هيعمل عدول حبيب قلبي. يا ست الكل انا ماليش بركه الا انت هبطت النهارده، فقلت ادخل بقى يا جماعه اساعدها. بصراحه كانت لا هبطانه. يصلح حالك وتنسعد. ربنا يخليك. قلت بقى يا جماعه اما ادخل بقى اساعدها كده، اعمل لها صينيه البشاميل، اعمل لها صينيه الجلاش، لان بصراحه هبطت من الصبح يا جماعه وهي واقفه في المطبخ. اي والله بصراحه تعبت قوي النهارده، فكتر خيرك يا ست الكل. لا يصلح حالك. فهي كانت عامله بقى البشاميل، وكانت عامله كمان المكرونه سلقتها، وكانت عامله كل حاجه، وكانت عامله كمان العصاج بتاع اللحمه. فقلت اما ادخل بقى اعمل لها صينيه البشاميل اللي انا وارصها واظبطها، عشان هي بتاخد وقت برضه. هنا بقى بدات كده دهنت الاول الصينيه سمنه، بس السمنه الاول متسيحه، وبعدين دخلت بقى على طول احط نص كميه البشاميل احطها على المكرونه، وكمان هاخد واقلبهم في بعض، وبعدين اخد نص كميه المكرونه بالبشاميل اللي هي دي يعني، وهي بعد ما اتقلبت على بعض اخدها احطها في الصينيه، واسيب النص التاني امتى لما يتحط الحشوه، وابدا كده ان انا اسويها كده في الصينيه. انا مكتر البشاميل او ماما سحوره عامله حله بشاميل كبيره، فقلت بقول لك يا النهارده عدول صلى على النبي عليه الصلاه والسلام اللي ما باكلش المكرونه بالبشاميل دي الا من ايدك. الله يصلح حالي يا جماعه. بتبقى عسل بصراحه يا جماعه هي بتحبها قوي لما انا بعملها. والله. فهنا بقى هي كانت عامله العصاج للجلاش وعاملاه للمكرونه، فانا خدت نص الكميه وسبت نص التاني. انا كنت فاكر انه هيتحط كله، طلعت ده لسه هتعمل جلاش فخدت نص الكميه بس. يعني ده دلوقتي نص كيلو لحمه تمام، عليه بقى اللي هو البصل والحاجات اللي انت شفتوها وماما سحوره بتعملها. بدات بقى كده ان انا افرد الحاجه كلها في الصينيه اهي، واسويها بقى عشان تكون كل القطع لما تتقطع وتطلع من الفرن تكون كل القطع فيها من اللحمه، مش ناحيه فيها وناحيه ما فيهاش، لازم كلها تتفرد كده في الصينيه. تعيش وتعمل لنا يا دول. الله يصلح حالك. وهعمل ايه بقى يا جماعه؟ لقيت شويه جبنه موتزاريلا كده في التلاجة من تحت. قلت اما اجيبهم احطهم فين؟ على اللحمه كده، مش هحطهم على وش الصينيه لانهم شويه صغيرين. لو كان في كتير كنت انا هحطهم على الوش شويه. هنا جبت الموتزاريلا كده، كانوا في شنطه في التلاجة، كانت ماما سحوره اللي عيناها فانا كنت شايفهم امبارح، فقلت اما اجيبهم واعملهم. بدات كده ان انا افرفتها كده، يعني بتبقى جامده شويه عشان في التلاجة، فتتفرفت على قد ما تقدر كده، يعني في ثانيه بتسيح وكده. بدات ان انا احطها اهي. كانت حلوه يا دول. فبصراحه الجبنه بتخليها جميله قوي. وابدا بقى ان انا اقفل بقى النص التاني، هنحط الحشو على جنب لان لسه عايزينها للجلاش. واحط بقى النص التاني بقى بصوا يا جماعه متغرقه بشاميل، يعني فعلا بامانه جميله جدا. كل ما تكتروا في المكرونه بالبشاميل بشاميل، حتى لو مش هتطلع خرط كفايه الطعم. فكنتوا من الجو اللي يقول لك ده المكرونه لازم تطلع الخرطه بخرطتها، والجو ده ما طبيعي هتطلع الخرطه بخرطتها بس لما تبرد. لكن لو انتم مكترين لها البشاميل وطلعت سايله، اللي هي سايبه كده من بعضها زي فيها صوص كده اللي هو البشاميل، فبصراحه بتكون الطعم بتاعها مختلف تماما عن ما تكون البشاميل وطريه وحلوه كده. غير لما يكون البشاميل بتاعها جامد قوي وتحسوا ان هي جامده كده وعجينه ببعضها، انما لما تكون سايله كده بصراحه بتكون طعم. وفي الاول وفي الاخر الاكل اذواق، وكل واحد له ذوقه يا جماعه. في اللي بيحب سايل، وفي اللي بيحب خرط، وفي اللي بيحب الاكل حادق، وفي اللي بيحب كل واحد له رايه، والاكل اذواق يا جماعه. يا دول وانزلوا تحت كده في التعليقات قولوا لنا بقى انتوا بتحبوها زي ما انا بقول لكم كده بشاميلها كتير ولا لا. فنصيحه مني جربوها بصراحه مش هتندموا عليها. هنا الصينيه خلصت خالص. بصوا بقى البشاميل متغرقه فعلا بشاميل. وادخلها الفرن. هنا بقى جبت انا ما كنتش متوقع ان هو سحوره تعمل كمان جلاش، طلعت النهارده متوصيه بالضيوف قوي. انا اللي بركه اللي امي. ربنا يخليك يا ست الكل، وطول ما انت موجوده كده بيتنا يفضل عمران يا بيك رب يا ست يا رب.
طبعا يا جماعه الام هي البركه في البيت، يعني بامانه اي ام هي بتكون البركه في البيت، ده حاجه اساسيه. فطبعا ما الناس بركه اللي هم يا جماعه الله يصلح حالك، واللي والدتهم متوفيه يعني تدعوا لها، تقرأوا الله لها الفاتحه. يرحم، الله يرحم امهاتنا جميعا يا رب، اللهم امين. اللهم امين. هنا بقى ايه، بدات ان انا احط بقى كده من لفه الجلاش. هي كان في لفتين جلاش ماما سحوره جايباهم، بدات كده ان انا اخد اللي هو السليم، بيبقى الربطه ما تبقاش فيها كله سليم، يعني ما بيبقاش كله سليم، يعني ممكن بيبقى تلاقي فيه ايه سليم وفيه ايه متقطع شويه. لان بيكون طبعا في التلاجة وفي أيوة. عربيات بتشيله والشركات والجو ده. فبدات بقى ان انا كده اسوي على قد ما اقدر. خدت يجي حوالي 3/4 اللفه، تمام. وهحط بقى شويه لحمه مفرومه اللي هم نص الكميه التانيين، يعني نص كيلو، وهخليها رقيقه عشان طبعا انا معيش كميه لحمه كتير في الصينيه، يعني ده نص كيلو والصينيه كبيره، فطبعا هخليها رقيقه جدا، يعني ما رضيتش احط اللفه كلها. هنا على طول بدات ان انا اعمل بقى كله اهو، وهقفل عليها، يعني ابدا ان انا افرد بقى اللحمه كلها زي بعضها، يبقى كله زي بعضه. هنا بقى كنت انا قفلت عليها ببقيه اللفه، وبدات ان انا اقطعها. دايما كنت اما اخش اعمل الجلاش انسى اقطعه انتوا اللي قلتوا لي، انا دايما بنسى الحته دي الصراحه. اجي اعمله ادخله الفرن، احط له كوبايه اللبن او البيضه وشويه السمنه وادخله الفرن، وانسى ان هو يتقطع قبل ما يدخل. فالنهارده افتكرت بصراحه، النهارده كنت فاكر. هنا بقى لا بدات بس ان انا اللهم صل اقطعه. على النبي، جلاش كان عسل يا عدو. عسل يا ست الكل، عشان انت اللي شاريه طلباته وانت اللي عامله الحدق بتاعه وانت اللي عامله فيه كل حاجه، انا دوبك بس رصته وخلاص، لا الله يبقى انت اللي يصلح عاملاه من حالك. البدايه اساسا. لا بس برضك، لا انت اعتبر انت اللي عاملاه. لا لا، البركه فيك برضك يا عدو. ما انت اللي عامله يا ست الكل الحشوه، فطبيعي انت اللي عملتيه. الله هنا يصلح بدات حالك. ان انا اقطعه، وكان هنا بقى كوبايه لبن مع عليكم الشويه اللي وقعوا، مش مشكله يا جماعه، همسحهم انا همسحهم ما خدتش بالي. هنا بقى على طول اي حد بيغلط يعني. وماما سحره كانت في الوقت ده كانت دخلت تطبخ الرز برضه، يعني لو خدت بالكم. ايوه كنت طبعا قلت لها اقعدي ارتاحي بطبخ شويه، الرز. قالت لي لا ما عادش الا ساعه من المغرب وعايزه تخلص. فهنا بقى ايه، هاخدها بقى واطلعها الفرن. هنا بقى بص الصلاة على الشكل النبي النهائي بقى. على الفراخ. ما شاء الله اللهم بارك، وبألف هنا وشفا لكل اللي كان من الأكل ده. هنا بقى كده شكل الفراخ ما شاء الله اللهم بارك، الأكل بصراحة روعة. صينية البشاميل بجد جميلة جدا. ايوه بص الشكل بتاعها. واللحمة كمان ماما سحورة قالت لي كان في شوية صلصة، قالت لي حطهم يعادل ايدهن بهم اللحمة وحطها في الفرن. كنت أنا طلعت فوق برضه أشوف الفرن. والجلاش. وهنا الجلاش بقى بص الشكل بتاعه بجد جميل جميل جميل، يعني الاكل النهارده تسلم ايدك يا ست الكل. تسلم يا حبيب قلبي. والتمر باللبن بجد ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا بصراحه. يعني بيبقى حلو قوي. هنا على طول بدات ان انا اعمل بقى كده ايه الشكل يا سماح لسه سماح قاعده معانا. هنا على طول هنسحر النهارده بقى، هنتسحر قصدي يا جماعه النهارده مع بعض، هنسهر لحد السحور. عايز اقول لكم والله يا جماعه ان الاكل ده كله شوفوا انتوا شايفينه متبقي منه اكل كتير جدا. ايوه والله يعني ام مالكه هي امي بتقول لي يا ام مالك اعملي حسابك هتاخدي اكل وانت مروحه وتقعدوا تسحروا معانا وهتفطروا معانا بكره. قلت لها حد قال لك زودي في الاكل؟ انت عامله اكل. ما انا عامله حسابك برضك يا كبد امك والله ما تحرمش منك ابدا والله يا بركه الا انت. وعايزه اقول لكم يا جماعه اقسم بالله الاكل كان حرفيا تحفه، مش بشكر بقى في امي وبتاع، لا عايزه اقول لكم الاكل اصلا باين، يعني باين من غير ما انا اقعد اشكر بقى. يعني شوفوا بس الشكل والمكرونه البشاميل بتاعت عادل. نورتنا يا جميله نورتنا، وكل رمضان كده هتيجوا ايه ونعزمكم ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله. عقبال يا رب ما نتعزم كده ومعاكم العروسه يا رب. يا صلاه النبي كنا. بص يا جماعه بقى شكل السفره بجد اللهم بارك شكلها حلو، والمحشي بتاع ماما سحوره ما اقولكوش بقى على طعمه. ايه رايك فيه يا سماح؟ لا والله العظيم جميل. فبصراحه الاكل والله يا جماعه ما كانش فيه ولا اي وكنت عامله رز، ده انا عامله حله رز قد كده. ومحمد كمان ايه بقى وكفته ومخلل ومش ناسيين اي حاجه يا جماعه على السفره. لغايه ما محمد راح جاب كوماك كمان. راح اشترى كوماك يا جماعه. كان جاي سخن. ايوه كان جميل. فبصراحه يا جماعه الفطار شكله حلو، وده كده بقى فطارنا النهارده. نتمنى بقى ان انتوا كده تنزلوا تقولوا رايكم تحت في التعليقات في الفطار بتاعنا ده النهارده، وحاجه شرفتنا ولا لا. ونشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه. باي باي.